السمك المقلي من الأسماك المحببة جدا عندنا كمصريين، وتقريبا الشعب المصري أغلبيته بيستخدم السمك البلطي. النهاردة هنعمله بمعلقة زيت واحدة، هنقلي السمك كله وبطريقة جميلة جدا وطعمه وشكله زي ما انتوا شايفين. يلا بينا نخش على الوصفة ونعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم حبايبي منورين قناه بيتو تشانل. معاكم داليا. الفيديو النهارده فيديو يا دوب 4 دقايق سريع، هنقول الوصفه بسرعه. معايا معلقه كزبره كبيره، معلقه صغيره او نص معلقه كبيره ملح، ونص معلقه كبيره كمون، ومعلقه كبيره توم مفروم، و2 ليمونه. وهبتدي اعمل التتبيله بتاعتي، اسهل تتبيله واسرع تتبيله. ومعايا بقدونس او كزبره كام عود كده، هقصهم او اقطعهم بالسكينه، ودي مش متاحه مفيش مشكله. هقلب كده التتبيله بتاعتي، وطبعا مجهزه السمك بتاعي منضفاه وشايله القشور والزعانف والامعاء والخياشيم كله. وبعد كده هو نقعته في ميه ودقيق وليمون، وهبتدي اتبله زي ما انتم شايفين كده. طبعا التتبيله تزيد تنقص على حسب كميه السمك وحجمه، وطبعا ممكن تزودي الملح براحتك اللي انت حباه. تمام، تبلت كده كل السمك اللي معايا، وهبتدي بقى ابدره بالدقيق. هنشوف مع بعض هنبدره ازاي من غير ما نبهدل الدنيا ونعمل زحمه مواعين. زي ما انتم شايفين معايا كيس سندوتشات ومعايا شوية دقيق ومعلقة كركم، وابتديت اقلبهم كويس كده. وهبتدي احط سمكة سمكة واقفل الكيس واغلف السمكة وابدرها بالدقيق. طريقة سهلة وبسيطة وما بتبهدلش الدنيا. وزي ما انتم شايفين احنا بنعمل الطريقة عشان يبقى الناس حتى اللي اول مرة يعملوا سمك او يدخلوا المطبخ تبقى المواضيع بسيطة. معايا كده صينية او صاج، وحطيت فيه ورق ألمونيوم عشان احافظ على الصينية، ومعايا ورقة زبدة تدهنيها بفرشة بسيطة جدا زيت. ولو مش متاح ورقة الزبدة هتعملي على الورق الألمونيا، بس احنا قلنا ورق الزبدة عشان يبقى الموضوع صحي اكتر. زي ما انتم شايفين السمكية بتطلع متبدرة كويس جدا جدا. مولعة الفرن على درجة حرارة عالية، اعلى درجة حرارة 200 او 250 من تحت بس. وبعد ما بدرت كده الدقيق اللي باقي ده هنخله، واي فضلات هستبعدها، والدقيق النضيف هخليه لسمك تاني ازود عليه واشتغل بيه. عشان طبعا ما نقدرش، طبعا الزيت والدقيق وكل الخامات بقت غالية جدا، فنحاول ان احنا نحافظ على خاماتنا ويبقى الموضوع صحي وكمان اقتصادي. هدهن كده بمعلقة الزيت الباقية، هدهن كده بالفرشة زي ما انتم شايفين. دخل الفرن وطلع، وطبعا انا قعدته في الفرن حوالي نص ساعة، وولعت الشواية دقيقتين. طبعا ورقة الزبدة لازم هيبقى لونها كده من الشواية. تمام، هبتدي بقى انا طلعت السمكتين التانيين، بس قلت اوريكم السمكه الاخيره لو هي في جزء منها مش سالك، بالسكينه رفيعه كده بطلعها. وخلاص كده الموضوع اتعمل في نص ساعه، ضمنت سوى السمك. وكمان ما بهدلتش البوتاجاز بالزيت، ما استخدمتش زيت كتير، ما بهدلتش الدنيا بدقيق. عملت وجبه صحيه وسريعه وكمان مقرمشه وجميله. هنسمع دلوقتي صوت القرمشه. شايفين؟ اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه صوم الرسل، والى اللقاء.